ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل العيش الجميل الفينو ده، جميل جدا وعامله لكم كذا شكل اهوت عشان تفرحوا بيه اولادكم في المدارس. كل سنه وانتم طيبين. نسمي بسم الله وندخل على الوصفه. طبعا في العجان على ايديك زي ما انت عايزه. انا عندي العجان فهعمل فيه. لو ما عندكيش بيتعجن على الايد الجميل بيبقى جميل خالص، يعني ما فيش مشكله خالص. حطيت حوالي نص كيلو دقيق ده في العجان. اي نوع متعدد الاستخدامات، بس يكون يعني نوعه حلو يعني. انا عاده بستعمل الضحى، بيبقى حلو قوي في جميع المخبوزات كلها. طبعا وحطيت كمان رشه ملح معايا زي ما انتوا شايفين. برضو عايزه تزودي بس كل ما بتقللي الكميه وبتعملي وبيبقى صابح بيبقى احسن واحسن يعني. وكمان انا كده هعير حوالي كوبايه ميه فتره يعني تستحملها الايد. تمام. حطيت شويه وكنت طبعا حاطه الخميره بتاعتنا عشان اشوفها بتتفاعل ولا لا. حطيت حوالي نص كوبايه ميه ده فتره برضو. معلقتين سكر كبار مليانين ومعلقه كبيره خميره اللي هي الفوريه. وسبتها لمده دقيقتين، كانت فعلت مع بعض وكانت عملت كده عليت كده وعرفت ان هي شغاله. ضفتها كمان على العجين بتاعنا على الدقيق بتاعنا، وابتديت ان انا اضيف الميه بالتدريج. هو كله خد معايا كوبايه وربع ميه فتره، لان دلوقتي الجو بقى فيه نسبه بروده شويه يعني. تمام. ببتدي بقى اعجن. هو برضو عايز يتعجن كويس. لو في العجان بياخد من حوالي 5 ل6 دقايق، لو على ايديك هتاخد من 10 دقايق عجن، عشان طبعا تطلع معاكي حلوه وجميله وتبقى هشه كمان. كل ما بتعجني كل ما العجينه بتاعتك بتطلع هشه وجميله. تمام. كمان ضفت نص كوبايه زيت ذره. عايزه تحطي زيت زيتون مفيش مشكله، بس الافضل في العيش الفينو العيش الزيت النباتي بتاعنا. تمام. ببتدي اعجن زي ما قلت لك. لو ما عندكيش عجان بتعجني على ايديك مفيش مشكله خالص. هو عندك لو كبه كبيره ممكن تعملي فيها تلفيه فيها في الاول، بعد كده تكمليه عجن على ايديكي. المهم ان هي تكون خدت معاكي مرحله برضو نص العجن يعني نص المشوار كله. ببتدي اعجن زي ما انت شايفه. زي ما قلت لك لو عندك الكبه حطي فيها كل المكونات وتاخد معاكي كده كام لفه بحيث ان هي تلملك كل العجينه تبقى سهله عليكي برضو. وبعد كده بتكملي عجن على الرخامه عندك زي ما انت شايفه كده. بقت معايا العجينه بالشكل ده. اهيت جميله وناعمه وحلوه قوي، وهيطلع هش معاكي جدا. بتشكلي منه بقى كل الانواع. ممكن تعملي له الباتي بان الصغير، ممكن تعملي منه العيش الكايزر العيش الطويل، اقصد الفينو الطويل. ممكن تعملي منه العيش الكايزر. ممكن تعملي منه اللي بتبقى عامله زي الفطيره التركي، اللي هي او البقسماط التركي، بس بيبقى طري. بيبقى حلو قوي كشكل كده جميل. بيبقى حلو زي الضفيره اللي هي الضفيره. ممكن تفرحي بيها الاولاد برضو. وممكن في الوقت ده تحشوها لهم جبنه. تمام. بغطيه وبسيبه في مكان دافي يختمر. تمام. بياخد من ساعة الا ربع كده لنص ساعة بكتير لو المطبخ عندك دافي او المكان دافي اللي انت بتحطيها فيها العجينة بتاعتنا. بسيبها بقى تخمر لحد ما ترتفع او ترتفع وتبقى بالشكل الجميل ده. تمام. ببتدي بقى اشكل العجينة بتاعتنا. بمسح الاول الرخامة زي ما انت شايفة كده، وببتدي انزل العجينه بتاعتنا. جميله جدا وهشه جدا وقطنيه جدا، وتنفع في حاجات كتيره قوي. المعجنات بتاعتنا ممكن تنفع كمان للبيتزا الميني بيتزا الصغيره، ان شاء الله نعملها ونصورها برضو تنفع للاولاد في اللانش بوكس بتاع المدارس. زي ما انت شايفه كده. ببتدي ان انا افرد برضو والم شويه العجينه بتاعتنا. حلوه قوي وجميله جدا. بقسمها وببتدي بقى تقطعيها على حسب ما انت عايزه العدد ايه، او عايزه الارغفه بتاعتك هتطلع قد ايه، يعني حجمها قد ايه، كبيره صغيره زي ما انت عايزه. زي ما انت شايفه كده. ببتدي بقى حلوه او جميله وحاجه نظيفه وعارفينها واحنا ضامنينها وعاملينها بايدينا لعيالنا في اولادنا في المدرسه. طبعا بقولك زي ما انت عايزه ممكن تعملي كل يومين نص كيلو وتشيليه برضو في الفريزر. برضو حاسه ان الحاجات دي ما بتغيب في الفريزر برضو يا جماعه. يعني ايه بتبرول برضو، ما بتبقاش نفس جودة لسه صابحة. يعني لما تعملي كمية صغيرة مش هتبقى مجهود عليكي، وفي نفس الوقت هتطلعي لأولادك حاجة جميلة جدا ولسه طازة يعني.
تمام. ببتدي افرد وببتدي ابرم على قدام. عايزه تبرميه من قدامك برضو مفيش مشكله خالص، بيبقى حلو جدا. زي ما انت شايفه العجينه جميله ومش بتلزق، حلوه. كل شويه معلش الكشاف بيعكسني، كل ما ببتدي ان انا اعمل على الرخامه تبص لو عكسني شويه. بدهن صاج زيت زي ما انت شايفه كده. عايزه تدينيه مش عايزه مفيش مشكله خالص، بس برضو لما بتدينيه بيبقى افضل يعني، بحيث ان يطلع لك العيش برضو ما بتيجي تطلعيه في الاخر كده بيبقى سهل معاكي. انت غلس قوي الكشاف ده، كل ما بقى اشتغل على الرخامه سوري يا جماعه معلش. زي ما انت شايفه كده ببتدي ان انا اشكل العجينه بتاعتنا كلها. ممكن تفرديها مستطيله، ممكن تفرديها مدوره على حسب ما انت عايزه برضو، بس يا ريت تخليها اذا كانت مستطيله او مدوره كلها يعني بسوي واحد، بحيث ان انت لما تلفي العيش او تبرميه ما يبقاش فيه حته طالعه من الجوانب وتضطري ان انت تدخليها لجوه شويه. لا لا، بتبقى كلها متساويه مع بعضها، بتبقى جميله واظرف بكتير واسهل لك كتير وما تتعبكيش. زي ما انت شايفه بتبرمي كده، حلو قوي ونضيف وهش جدا. ولو جربتيه، وما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لنا لايك وشير بقى وسبسكرايب يا حبايبي. واللي ما اشتركتش في القناه بقى يلا تخش تشترك في القناه. زي ما انت شايفه كده براحتك انت خالص في الاشكال اللي انت عايزه تشكليها. ممكن تشكلي لهم منها اشكال كتيره جدا. ممكن برضو تعملي منها القرص اللي احنا بنجيبها من الافران برضو، اللي بتبقى هايشه خالص دي وطعمها في نفس الوقت مسكر جدا. ممكن تعمليها بنفس العجينه دي. تمام. بنفضلي بقى تبرمي وتشكلي العجين بتاعك. تمام زي الفل كده. بتخلصي كل الكميه بتاعتك ومش هدهنه ولا حاجه، بالعكس خالص. بعد ما بيخمر خالص بروح رشه وشه بحبه ميه وبروح مدخلاها الفرن. وبعد برضو ما بيطلع خليكي بس معايا للفيديو وانت هتشوفي طريقتي معاها، طريقتي في العيش عامله ازاي. انا حبيت اوريكي كله قدامك شكله قدامك. طبعا انا محتاجتش ان انا احط له لا زيت ولا دهن لا زيت ولا رشه دقيق، هو جميل خالص وحلو زي ما انت شايفه كده. هنخلص وارجع لك تاني. وفعلا انا خلصت ورجعت لك تاني اهوت. زي ما انت شايفه قطعته وهسيبه كمان يخمر كمان مره. تمام. خلصت كله وانا شكلته زي ما قلت لك. شكلت اللي هي الضفيره وتانيتها كمان عملتها كده شكلها جميل، وعملت الكايزر وعملت الباتي بان منه. يعني ممكن تشكلي من ده انواع كتيره جدا واشكال كتيره جدا زي ما انت شايفه خالص. جميل خالص كده زي ما انت شايفه. وابتديت ان انا ارشه ميه من على الوش ودهن ورشيت عليه سمسم. عايزه تسيبيه ساده مفيش مشكله، عايزه تحطي حبه البركه كمان مفيش مشكله. ممكن نديه السميد برده ترشيه من فوق بيبقى حلو قوي. ودخلته على الفرن على درجه 180 درجه، بس كنت مولعه الفرن من قبلها. وطلع بالشكل الجميل القمر ده، طري وجميل وهش جدا وحلو قوي. زي ما انت شايفه انا مشكله منه اشكال كتيره جدا. شايفه عامل ازاي من جوه؟ جميل قوي حلو جدا. زي ما انت شايفه انا شكلته بالشكل الجميل ده. ويا رب الوصفه بتاعتي تعجبكم النهارده يا رب وتجربوها وتنول اعجابكم حبايبي. كل سنه وانتم طيبين وسلام.